بسم الله الرحمن الرحيم. بنعرض في 12 فدان و16 قيراط ممتازين. فيلا جميلة زي ما انتم شايفين، ممتازة، وأرض بتروي بحاري، فيها إعداد الكهرباء حكومة، فيها مية حكومة. 12 فدان و16 قيراط، فيهم 3.5 فدان مع مباني فيهم رخصة مواشي، تربية مواشي 1000 راس وقابلة للزيادة، وأماكن وزرايب وحظاير للطيور وللأغنام، وزراعات وفيلا وسكن للعمال، بتروي بحاري. الأرض موقعها ممتاز، الأرض بينها وبين كارتة اسكندرية حوالي 50 كيلو. الأرض ممتازة، موقع ممتاز، متصورة، محاطة بسور. الفيلا زي ما انتم شايفين للمالك، في سكن للعمال. الأرض تربتها باينة من لون الزراعة حتى اللي فيها. مواشي، إنتاج حيواني. يعني بصراحة الأرض سكني زراعي حيواني. السكن منعزل ومفصول اهو لوحده، منطقة لوحديها. المواشي معمول حواليها سور. الترخيص 1000 راس قبل للزيادة. زراعات محاصيل، بتروي بحاري. بينها وبين الطريق الصحراوي حوالي 500 متر. الموقع استراتيجي، الأرض ممتازة، الزراعات اللي فيها باينة وتبين تربة الأرض. السكن بتاع المالك، الفيلا اللي فيها ممتازة، مفروشة فرش سوبر لوكس، متشطبة سوبر لوكس. وادي البوابات. قربها من كارتة اسكندرية ميزة، قربها من الصحراوي تبعد حوالي 500 متر ميزة تانية. أرض مشاريع، فيها تراخيص، منافذ بيع، فيها مخازن، فيها تفاصيل كتير جدا. هنقول السعر في صندوق الوصف، إنما على كل الإمكانيات اللي في الأرض دي وقربها من طريق مصر، من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وقربها من اسكندرية يعني أو من كارتة اسكندرية، يميز الأرض تمييز كامل. تربة ممتازة. ادي مكان المواشي، ملاعب مواشي وتراخيص 1000 راس قبل للزيادة، بمنطقة معزولة عن بقية الأرض. 3 فدادين ونص فيهم مباني، و9 فدادين زراعة. زي ما قلنا ري بحاري، كهرباء حكومة للفيلا، مية حكومة برضو للفيلا. الري ري براحة. يعني الأرض دي تصلح تزرع محاصيل، تصلح تزرع أشجار، حتى الحلويات، شجر اللي هي البرقوق والمشمش والحاجات دي والفراولة. طبعا مروحة المية بتاعة البحاري في حدود 400 جزء في المليون. يعني حاجة ممتازة، تديلك قدرة على ان انت تزرع اللي انت عايزه، وبجودة عالية جدا. إنتاج المواشي 1000 راس حاجة ممتازة جدا قابلة للتوسعة. فيها ممكن تربي خيل لو حابب، ممكن تربي غنم لو حابب. حاجة بصراحة ممتازة وفوق الوصف. احنا صورنا جزء بالنهار وجزء بالليل. ادي مكان الخيل اهو، تمام. ملعب كبير ممكن تعمل فيه بوكسات. يعني أرض بصراحة مشاريع، وأرض استثمار، أرض تسكن فيها
قريبة من اسكندرية. أرض تعمل فيها مشروع المواشي، هو المقام فعلا بترخيص 1000 راس. حيازة زراعية لصرف الكيماوي اللي هي الحيازة الإلكترونية، متاحة للمعاينة طبعا. سعرها على الإمكانيات اللي فيها دي يعتبر سعر ممتاز، هنقوله في صندوق الوصف. ده مكان الخيل قدام تربية المواشي، ودي تربية دواجن كده للاستهلاك الشخصي. ادي الزراعات منظمة، الارض متقسمة كويس قوي، فيها طرق داخلية. وادي الفيلا بتاعت المالك. لون الخضرة في الارض بيدل على جودة الارض و